السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بملخص فيلم جديد. بتدور أحداثه عن شاب وسيم كل البنات بتحبه، لكن بيتعرف على بنت بتغير له حياته. بس قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع طالب اسمه جوني، اللي أول ما بيدخل المدرسة كل البنات بتعجب بيه، وبتيجي عليه لأنه وسيم ومشهور. وبنعرف إنه محبوب من أيام الطفولة وكل البنات بتحبه. وبنشوفه وهو قاعد في المطعم وكل البنات حواليه وبيكونوا عاوزين ياكلوا معاه. وبيكون زمايله غيرانين منه لأن كل البنات بتحبه هو بس. وبيروح جون وبيغيظهم وبيقول لهم إنه مش ذنبه إن البنات كلها بتحبه. وبتتعصب زمايله، وواحد منهم بيقول له إن هو عنده حبيبة وبيوريهم صورها. وبيقول لجون إنه ما يقدرش يرتبط بواحدة زيه لأن البنات بتحب شكله بس. وبيتعصب جون وبيتحداهم إنه يرتبط بأي واحدة بسهولة. وبيفضل هو وزمايله بيدوروا على واحدة حلوة في المدرسة، لكن مفيش ولا واحدة بتعجبه. وفجأة بيشوف بنت اسمها روبي وبتكون أجمل بنت في المدرسة، وكل الشباب بيكون نفسها تقرب منها. وبيعجب جون بيها من أول نظرة وبيقرر إنه يخليها حبيبته. وبيتحدوه زمايله لأن روبي بتصد أي شاب بيقرب منها، لكن جونو بيقول لهم إنه مش أي حد ومفيش بنت تقدر ترفضه. وبيروح عندها وهو واثق من نفسه وبيقرب منها وبيقول لها إنها عاجباه وعاوزها تكون حبيبته، لكن روبي بتقول له إنه غبي ومغرور ومستحيل تحب واحد زيه، وبتسيبه وبتمشي. وبيتصدم جونو وبيحس بالإحراج لأن أول مرة بنته ترفضه. وبيروحوا زمايله يخففوا عنه وبيقرروا إنهم يساعدوه. وبيعملوا اجتماع وبيقولوا له إنه ما ينفعش يستسلم من أول مرة ولازم يجرب تاني، وبينصحوه إنه يعتذر لها لأن كده فهمته غلط. وبيقتنع جونو بكلامهم. وتاني يوم بيستنى روبي، وأول ما بيشوفها بيقول لها إنه آسف وإنها فهمته غلط. وبيجرب منها لكن بيتكعبل وبيقع عليها. وبتقول له روبي إنها مش عايزة تشوفه تاني، وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبة. وبيحس جوني بالإحراج، وبيجتمع جوني مع زمايله وبيقول لهم إنها ما تقبلش اعتذاره. وبيقولوا له أصحابه إنه لازم يكون بطل قدامها عشان تعجب بيه. وبينصحوه يدافع عنها لو وقعت في مشكلة أو تعرضت للتنمر. وبيقتنع جوني بنصيحتهم وبيركب معها الباص وهي مروحة وبيفضل يراقبها من بعيد. وبتكون روبي واقفة جنب ست شايلة ابنها، وبتطلب من الشاب يقوم ويقعدها مكانه. وبيكون الشاب رافض يقوم لكن روبي بتحرج قدام الناس، فبيضطر يقوم وهو متضايق. وبيعجب جون بتصرفها، ولما بتنزل روبي من الأتوبيس بيروح لها الشاب وبيحاول يتهجم عليها. وبيشوفها جون وبيجري عشان يدافع عنها، وبيمسك الشاب من رجله عشان يبعد عنها. وبتساعد روبي وبتضرب الشاب بالشنطة على راسه. وبتتصل بالشرطة وبيخاف الشاب وبيهرب. وبتروح روبي وبتطمن على جوني وبتسأله إذا كان اتعور. وبيفرح باهتمامها وإنه عرف يقرب منها، وبيطمنها وبيقول لها إنه كويس. وتاني يوم في المدرسة بيحكي لأصحابه اللي حصل، وهو مبسوط. وفجأة بيشوف روبي وهي جاية ناحيته، وبتضحك وبيفرح وبيفكرها وقعت في حبه بسبب اللي عمله، لكن بتتجاهله. وبتعدي من جنبه وبيعرف إنها بتضحك لبارك مدرس الفنون. وبتروح تقف معاه وبتصدم جنو وبيفتكر إنها بتحبه. وبيحس بالإحراج وبيحاول زمايله يخففوا عنه وبيفهموه إنه أكيد في سوء تفاهم. وبيطلب منه ما يضغطش على روبي عشان ما تكرهوش. وبيقتنع جوني بكلامهم، لكن فجأة بتدخل روبي للفصل عشان تاخد شنطتها، لكن جوني بيكون عاوز يتكلم معاها عشان يسألها، لكن صحابه بيحاولوا يمنعوه. لكن بيصمم يروح لها وبيمشي وراها، وبيطلب منها يوصلها لحد البيت عشان يحميها. لكن روبي بتقول له إنها وصلت خلاص، وبتقول له خلاص يقدر يمشي. لكن بيقول لها إنه مش هيستسلم وهيفضل يعترف لها بحبه كل يوم. وبيسند على صندوق البريد وبيكسره. وبتقول له روبي إنها تقول لصاحب البيت، وبتسيبه وبتدخل. وبيرجع جوني البيت وبياخد شنطة الأدوات، وبالليل بيروح يصلح الصندوق. لكن فجأة روبي بتيجي، ولما بيشوفها بيعور نفسه بالشاكوش. وبتضطر روبي تاخده معاها للبيت وبتحط له لزقة طبية على الجرح. وبتعزمه يتعشى معاها وبيوافق، وبيعرف منها إنها عايشة لوحدها مع أمها. وبتقول له إنها بتضطر تشتغل في مصنع بعد المدرسة لأن ظروفهم بقت صعبة بعد وفاة والدها. وبتأثر جون بكلامها وبيعرض عليها تعزمها المرة الجاية على العشاء وياكلوا مع بعض، لكن بتحس إنه بيشفق عليها وبتتضايق وبتطلب منه إنه هو يمشي. ولما بيرجع البيت وبيلاقي أهله بيتعشوا، وبيفتكر روبي إنها بتاكل لوحدها وبتصعب عليها، وبيطلب منهم إنهم يوافقوا يعيش في سكن لوحده. وتاني يوم بتصحى روبي من النوم وبتطلع للبلكونة، وبتتفاجأ إن جون ساكن في الشقة اللي جنبيها، وبيقول لها إنه بيجي جيرانه ومش هيسيبها لوحدها. وبتتوتر وبتدخل. ولما بيروح المدرسة بيلاحظ إنها بتبص على المدرس بريك وهو بيشرح، وبيشك إنها بتحبه. وبيحس بالغيرة، وبيلاحظ المدرس إنه مش مركز في الحصة، وبيحرجه وبيضحك عليها كل زمايله. بعدها بيرجع جون للشقة
وبيسمع ناس بتخبط على الشقة وبيعرف إن أمها عليها فلوس وهم جايين يطالبوا بيها، وبتكون روبي مستخبية جوه وهي خايفة، وبيدخل جوني لشقتها من البلكونة وبيعرض عليها يساعدها، لكن هي بتكون متوترة وبيطلب منها جوني إنها تثق فيه. وبيطلع للبلكونة وبيخاطر بنفسه وبينط للشقة وبيمدلها إيده عشان يشدها، وبتكون خايفة لكن بيقدر يمسكها في آخر لحظة وبيشدها للشقة، وبيقع على الأرض وبيكسر الناس الباب. وبيدخل الشقة ومش بيلاقوا فيها حد، وبيعرفوا إنها راحت لشقة جوني، وبيدخل عليهم وبيطلبوا من جوني يسلمها، لكن جوني بيحضنها وبيرفض إنهم يجربوا منها، وبيتأثروا من تمسكوا بيها، وبيقرر يدوهم فرصة تانية وبيسيبوهم وبيمشوا. وبتشكر روبي على كل اللي عمله، وبتكون عاوزة ترجع لشقتها، لكن جوني بيمسكها من ايدها وبيقول لها انه عازمها على العشاء، وبيفرح انها وافقت تاكل معاه. وبتحس روبي انها بدأت تعجب بيه. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيكون عندهم حصة فنون، وبيحكي لأصحابه إنه اتعشى مع روبي وفرحان إنهم بدأوا يقربوا من بعض. لكن بعدها لما بيشاور لروبي ما بترضاش ترد عليه، وبتلاحظ إنها بتبص على المدرس وهي وبترسم، وبيحس بالغيرة. وبعد ما الحصة بتخلص بيقرر جوني يروح لمكتب الأستاذ بارك وبيسأله إذا كان معجب بروبي، لكن المدرس بيقول له إنه مهتم بيها عشان موهوبة في الرسم وعاوز يساعدها بصفتها طالبة عنده. وبيعرف جوني إن المدرس مش معجب بروبي زي ما كان فاكر، وبيعاملها زي أي طالبة عنده، وبيطمن إنه لسه قدامه فرصة. وبيتفاجأ إن روبي داخلة عليهم وبتبدأ ترسم، وبتديها المدرس نصيحة عشان تطور من نفسها. في آخر اليوم بيمشي جوني معاها وهي راجعة للبيت، وبيتكلم معاها عن الرسم، وبيعرف منها إن حلمها تكون رسامة زي والدها لأنه قبل ما يموت كان رسام مشهور. بتقول له المدرس بارك بيشجعها عشان تحقق حلمها، وبيساعدها عشان تاخد المنحة عشان تدخل كلية الفنون. وبتأثر جوني بحلمها وبيعجب بيها أكتر، وبيروح يتكلم مع زمايله وبيقول لهم إنه بيحب روبي بجد، وبيطلب منهم يساعدوه يعترف لها بمشاعره. وبيعرف منهم إن المدرس عامل رحلة ليلة رأس السنة، وبيتفق معاهم يعمل لها مفاجأة ويعترف لها بحبه في اليوم ده. وبالليل بيتعشى معاها زي ما وعدها، وبتشكر روبي على الأكل وبتقوله إنه طعمه حلو، لكن بيعرف منها إنها مش هتروح الرحلة وما بترضاش تقوله السبب. وتاني يوم بيكون جوني راجع من المدرسة وبيشوفها وهي بتدفع الديون اللي عليها، وبيروح وبيتكلم مع الراجل اللي دفعت له الفلوس، وبيعرف منه إنها بتشتغل عشان تساعد أمها وتسدد الديون اللي عليها، عشان كده ما عندهاش وقت تخرج مع أصحابها وتروح الرحلة. وبتأثر جوني بكلامه وبيقرر يساعدها، وبيتفق معاه إنه هيشتغل بدالها ويسدد الديون معاها من غير ما تعرف. وبالليل بترجع روبي البيت وبتلاقي جوني سايب لها العشاء، وبيطلب منها إنها تاكل لوحدها عشان هو مشغول الأيام دي. بعدها بنلاحظ إن بيجي جوني بيرجع البيت متأخر، وبنعرف إنه بيشتغل عشان يسدد معاها الديون لدرجة إنه ما بيبقاش عنده وقت ينام، وبيضطر ينام في الحصص. وكل يوم بيسيب العشاء قدام بيت روبي وبتفرح باهتمامه بيها، لحد ما جوني ما بيقبض وبيفرح عشان هيقدر يدفع فلوس الرحلة لروبي، وبيفرح عشان هتطلع معاه الرحلة. وتاني يوم في المدرسة بيروح جوني للأستاذ بارك عشان يدفع لروبي فلوس الرحلة، لكن بيتفاجأ إن الأستاذ بيطلب منها تبقى المساعدة بتاعته، وبتطلع معاهم الرحلة. وبيصطدم جوني لأنه كان عايز يساعدها وكل ده راح على الفاضي. وفي الآخر بارك هو اللي ساعدها، وبيمشي تحت المطر وهو قلبه مكسور. وبالليل بيرجع بيته وبيشوف روبي وهو مبلول، وبتدخله بيتها عشان ما تجيلوش برد. ولما بيغير هدومه بيشوف صورة باباها متعلقة على الحيطة، وبيلاحظ إنه شبه المدرس بارك. وفجأة بيحضنها وبيعترف لها بمشاعره، وبيقول لها إنه بيحبها أكتر من بارك. وبتصدم روبي من كلامه، وبعدها بيقع على الأرض، وبتعرف إنه درجة حرارته عالية وعنده حمى، وبتعمل له كمادات وبتفضل سهرانة طول الليل جنبه. وبيفضل جوني يهلوس وينادي عليها وبيمسك إيديها، وبتضحك روبي من تصرفاته. وتاني يوم بيصحى جوني وبيتفاجأ إن روبي نايمة جنبه على الأرض عشان تاخد بالها منه، وبيفتكر اللي قاله امبارح وبيحس بالإحراج، وبيعتذر لها وبيقول لها إنه ما كانش في وعيه. وبتقول لروبي إنه لازم يرتاح وياخد أجازة من المدرسة. ولما بتخرج من البيت بتلاقي الديان اللي ليه عندها فلوس، بيقول لها إنه جوني يسدد باقي الفلوس، وبيعرفها إنه اشتغل وراهق نفسه عشان تقدر تروح معها الرحلة. وبتتفاجأ روبي بكلامه وبتعجب باللي عمله جوني. وبعدها بيجي ميعاد الرحلة وكل الطلاب بيروحوا وبيفضلوا يلعبوا وبيقضوا وقت لطيف وهم مبسوطين. وبيفضل أصحاب جوني يشجعوه عشان يقدر يعترف بحبه، وإن دي الفرصة المناسبة عشان يقول لها إنه بيحبها. وفي الليل بياخدها جوني وبيتمشوا في الغابة، وبيحاول يلمح لها إنه بيحبها، لكن بيكون متوتر وبيكتشف إنهم تايهين. وبيحاول جوني يطمنها
لكنهم بيفشلوا إنهم يرجعوا لأصحابهم، وبيضطروا إنهم يقعدوا يستنوا لحد ما النهار ما يطلع، وبيتفرجوا على النجوم مع بعض. وبتكون روبي مبسوطة عشان الجو لطيف، وبتقوله إنها عارفة إنه اشتغل عشان يقدر يخليها تروح الرحلة، فبتشكره وبتقوله إنه لطيف وبتعتبره أقرب شخص ليها. وبيفرح جوني من كلامها وبيكون عايز يعترف لها بحب، لكن صحابه بيوصلوا وبيضطر إنه يروح معاهم. وتاني يوم لما بيرجعوا المدرسة بيوزع المدرس نتيجة الامتحان عليهم، وبيكون جوني فرحان عشان جاب درجة كويسة. لكن بعدها بيعرف إن المدرس بارك هيسيب المدرسة عشان والده تعبان ولازم يسافر معاها. وبتصطدم روبي من الخبر وبتخرج من الفصل وهي حزينة، وبيروح وراها جون عشان يخفف عنها، وبيلاقيها خبطت في واحدة زميلتها ووقعت على الأرض. وبيروح يطمن عليها لكن بتقوله إنها كويسة، وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة. ده روبي بتروح تشتري وردة وبتقعد تحت الشجرة تكلم والدها لأن النهاردة ذكرى وفاته، وبتفضل تعيط وبتقوله إنها مفتقداه. وبتكون زعلانة وبتقول إن أي حد بيهتم بيها وبيحبها بيبعد عنها، وإنها خايفة تفضل وحيدة. وبيكون جوني قريب منها وسمعها وبيتأثر بكلامها وبيكون عايز يخفف عنها. بعدها بتروح روبي لمكان الأستاذ بارك وبيديها أقلام رسم ولوحة هدية عشان تفضل فاكراه. وبيشوفها جوني وبيعرف إنها زعلانة وبيعرض عليها يوصلها، لكن بتقوله إنها عايزة تمشي لوحدها. وتاني يوم بيكون جوني رايح المدرسة وبينادي على روبي عشان تروح معاه، ولما بيفتح الباب بيتفاجأ إنها تعبانة وحرارتها مرتفعة وعندها حمى، وبيدخلها عشان يخليها تستريح. وبتنهار روبي وبتفضل تعيط عشان مش هتقدر تودع الأستاذ بارك قبل ما يمشي. بتقوله إنها اتخرجت مع والدها قبل ما يموت، وفضلت مترددة إنها تعتذر له ولا لأ لحد ما مات وهو زعلان منها. وبيتأثر جوني بكلامها وبينيمها عشان تستريح، وبيروح للمدرسة وبيحضر حفلة توديع الأستاذ بارك، وبيقول لهم إن كان فخور إنه درس لهم، وبيطلب منهم يحققوا حلمهم. وبيودعوا بعض وبيتأثر جوني من كلامه، وبيقرر يساعد روبي عشان تودعه قبل ما يمشي عشان ما تحسش بالندم. وبيجري وبيروح لها بيتها وبيسندها وبيخرجها من البيت، وبيكون صحابه مستنيينه ومعاهم كرسي متحرك وبيقعدوها عليه وبياخدوها وبيجروا عشان يلحقوا الأستاذ بارك قبل ما يسافر. وبتتكسر عجلات الكرسي وبيضطر جوني يشيلها على ظهره وبيكمل بيها الطريق لحد ما يوصل للقطر، وبيركب معاها وبيفرجها على التلج. وبينجحوا انهم يوصلوا للمطار وبيفضلوا يدوروا على الاستاذ بارك لحد ما بيلقوه. وبتنزل روبي من على ظهره وبتتحمل الوجع وبتروح له وبتشكره على اللي عمله عشانها وانها بيفكرها بوالدها. وبتأثر بارك بكلامها وبيقول لها انه فخور بيها وواثق انها تحقق حلمها، وبيطلب من جوني يفضل معاها وما يتخلاش عنها. وبيودعهم وبيمشي عشان يلحق الطيارة. وبتعيط روبي عشان مش هتشوفه تاني، لكن بتكون فرحانة عشان قدرت تودعه. وبتأثر جوني بالموقف وبيفتكر كلامها لما كانت بتقول إنها خايفة تبقى وحيدة، وبيفتكر ذكرياته معاها في الرحلة وبيجي عليها وبيحضنها من ظهرها عشان يخفف عنها وبيطمنها إنه هيفضل جنبها وإنها تقدر تعتبر والدها أو أخوها أو صاحبها، ولكن مش هيتخلى عنها. وبتفرح روبي بكلامه وبتشكر عشان دايما بيساعدها، وبتقول له إنها حاولت تقاوم لكن ما قدرتش، وبتعترف له إنها وقعت في حبه وبتسيبه وبتمشي وهي محرجة. وبتفاجئ جوني بكلامها ومش بيكون مصدق إنها أخيرا حبته، وبيروح وبيحضنها وبيقول لها إنه كمان هو بيحبها، وبيتفقوا يرتبطوا وأخيرا بيكملوا مع بعض. ولحد هنا بيخلص فيلم النهاردة. لو عايز فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعاوز أقول لك اللي من الآخر ملخص أفلام بيقدم محتوى فاخر.